متخيلين ايه ممكن تكون النتيجة لو كنتوا اشخاص سلبيين مع نفسكم في تعاملاتكم مع الناس اللي حواليكم، سلبيين في قراراتكم او في اي حاجة بتواجهوها في حياتكم، بتفكروا بس بالجانب السيء اللي في دماغكم وناسين خالص ان في جانب بوزيتيف في حياتنا احنا ممكن نكون مش شايفينه بسبب الجانب السلبي اللي في حياتنا. ابسط نتيجة لكل ده هي ان احنا هنفضل اشخاص وحيدين، محدش هيحب ان هو يتعرف علينا ولا حتى حد يحب ان هو يتقرب مننا. هاي ويلكم تو ماي نيو فيديو. شايفين المقدمة اللي انا قلتها في الاول خالص دي مش مقدمة ولا من كتاب ولا من اي فيديو بيتكلم عن البوزيتيفيتي او هاو تو بي بوزيتيف او اي حاجه من الحاجات بتاعت اللايف كوتشنج دي. لا، دي حاجه انا بنفسي جربتها في حياتي، واول ما تخطيتها واول ما حسيت ان انا قادره اكون بوزيتيف لنفسي وللناس اللي حواليا قررت ان انا اعمل لكم الفيديو ده. ففيديو النهارده هيكون هاو تو بي بوزيتيف لنفسنا اهم حاجه وللناس اللي حوالينا بعد كده. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك سبسكرايب اعملوا في الانستجرام بتاعي ويلا بينا نبتدي الفيديو. في الفيديو النهارده هقول لكم اهم 5 تيبس مهمين جدا قدرت بيهم ان انا اتخطى اي حاجه سلبيه واي مشكله بتقف في وشي احولها لبوزيتيف انرجي ان هي تقدر تساعدني ان انا اتخطى المشكله دي، كمان تقدر تساعدني ان انا اتعامل مع البشر اللي حواليا بشكل احسن بكتير قوي من الاول. اول تيب واهم تيب من وجهه نظري هي ان احنا نحب نفسنا. كلمه بتتقال كتير قوي حوالينا، لكن من وجهه نظري حقيقي دي اهم حاجه قدرت ان انا اساعد بيها نفسي، ان انا احب نفسي اكتر، ان انا افكر في نفسي زي ما انا بفكر في الناس اللي حواليا. ساعات كتير قوي بنبقى عايزين ان احنا نكون كويسين بس مع الناس اللي حوالينا، بس بسبب ان احنا مش عارفين نحب نفسنا، مش عارفين نقدر نفسنا، فبتكون النتيجه ان احنا كمان مش بنعرف نقدر الناس اللي حوالينا بشكل احسن او بالشكل اللي احنا متخيلينه في دماغنا. ممكن نكون بنتصرف بطريقه كويسه جدا او احنا فاكرين ان احنا بنتصرف بطريقه كويسه قوي مع الناس اللي حوالينا، فاكرين ان احنا بنقدرهم، لكن بسبب ان احنا كارهين نفسنا او كارهين جوانب حتى من حياتنا، حتى لو الجوانب دي مش ظاهره قوي لكن هي في تعاملاتنا مع البشر بتظهر بشكل كبير عكس ما احنا متخيلين. كمان من اهم النتائج اللي انا بنفسي شفتها اول ما حسيت ان انا بحب نفسي اكتر هي ان انا بقى عندي ثقه بنفسي اكتر، بقيت بقدر نفسي زي ما احب ان الناس تعاملني وتقدرني. كمان انا بقيت بحاول على قد ما اقدر ان انا احب الناس دي واقدرها، يعني باختصار بالطريقه اللي انتوا عايزين الناس تعاملكم بيها عاملوا بيها الناس. لكن قبل كل ده لازم تكونوا عارفين كويس قوي ان انتوا كاشخاص لازم تحبوا نفسكم وتقدروا نفسكم، ما تكونوش دايما ماشيين في ظل ناس تانية او بسبب ان ناس تانية مثلا محبوبه حواليكم فانتوا فاكرين نفسكم ان انتوا كمان محبوبين. لا، لان حب الناس ليكوا ده مش حاجه سهله، لازم تتعبوا عليها كتير قوي علشان تقدروا ان انتوا توصلوا لها. والناس عمرها ما هتحبكم طول ما هي حاسه ان انتوا ما عندكوش ثقه في نفسكم، مش بتحبوا اصلا نفسكم. طب لو انتوا مش بتحبوا نفسكم الناس هتحبكم ليه؟ تاني تاب ودي كمان من اهم التبس اللي انا شفت نتيجتها بنفسي هي ان احنا لازم يكون كلامنا ايجابي مع نفسنا قبل ما يكون مع الناس اللي حوالينا. عاده اي حد بيتكلم عن هاو تو بي بوزيتيف بيتكلم ان انتوا لازم تقولوا كلام بوزيتيف للناس اللي حواليكم عشان تحبكم، بس ناس كتير قوي بتنسى ان احنا لازم يكون كمان كلامنا ايجابي مع نفسنا عشان نقدر بعد كده نطلع الطاقه دي لناس تانية. دماغنا بتفكر بتو سايدز، اول سايد فيه هو النيجاتيف، هو ان انا ممكن اكون بكره نفسي في الحاجه دي. يعني ليتس سي مثلا انا عندي هدف دلوقتي، عندي بوتنشال محتاجه ان انا اوصل له، طيب انا دماغي دلوقتي بتفكر في حاجتين للهدف ده. اول طريقه هي ان الهدف ده ممكن يكون صعب عليا، فدماغي تقعد تقول لي بس الهدف ده صعب، بس صعب قوي ان انا اوصل له، طب خلاص ممكن نبعد عنه شويه ونفكر في اي حاجه تانية سهله دلوقتي وبعد كده نبقى نرجع للهدف ده ونشوف احنا ممكن نعمل فيه ايه. دي الطريقه السلبيه اللي انا بقول لكم عليها، ان انا كده مش بحفز نفسي ان انا ممكن اوصل للهدف ده. لكن في طريقه تانية ايجابيه ان انا ممكن اقول ماشي الهدف ده صعب وانا عارفه كويس قوي ان صعب ان انا اوصل له دلوقتي. احنا كده مش نيجاتيف، احنا كده واقعيين. لكن ممكن اقول ان الهدف الكبير قوي ده ممكن اقسمه على اهداف صغيره قوي، كل مره هاجي اقدم خطوه من الهدف ده ساعتها انا كده مش بخسر نفسي، بالعكس انا كده بدي لنفسي بوزيتيف انرجي ان انا اقدر اوصل للهدف ده. فما اجيش اقول لنفسي لا خلاص مش مهم الهدف ده صعب خلاص ننساه خالص ونشوف اي حاجه تانية. لا، احاول ان انا احفز نفسي للحاجه اللي انا عايزه اوصل لها. اول ما هقدر ان انا اعمل كده هقدر ساعتها ان انا اقول كلام بوزيتيف للناس اللي حواليا احببهم فيا. هحكي لكم موقف حصل قصادي في الكليه لاتنين معيدين، انا اغلب الناس اللي اعرفها دلوقتي في الكليه معيدين، وشفت فيهم تصرف قصادي، واحد فيهم لحد اتصرف بطريقه سلبيه جدا ممكن تكره الشخص اللي قصاده فيه، وتاني حد اتصرف بطريقه ايجابيه جدا. نفسي حسيت ان انا بتشجع بدل البنت اللي كانت واقفه. اول موقف فيهم كان ان في بنت جابت لحد لوحه وبتسلمها، هي ما طلبتش الراي اصلا، ودي حاجه مهمه جدا اقول رايي في حد طلبه مني، مش اقول ارائي كده للناس من غير ما يطلبوا مني، من غير ما هي تطلب الراي، هي بس بتسلم اللوحه. والمعيدين زي ما انتم عارفين احنا بس بنسلم لهم الحاجه، بنشوف معامل غياب او كده. جه بص كده للوحه بقرف واللي هو اللوحه مش عاجباه وقام راميها قصاده،
وبص لها قال لها طيب خلاص ماشي. تاني موقف وده كان البوزيتيف، اول ما بص للوحه الله اللوحه دي جميله قوي، مع ان ما طلبش رايي، لكن دي حاجه مهمه جدا، وانا اقدر اقول اي حاجه ايجابيه للناس اللي حواليا عشان تشجعهم حتى لو ما طلبوهاش، فساعتها ممكن اقول. لكن ما ينفعش ان انا اجي ادي اي كلام سلبي كده للناس واقول لهم بس دي وحشه قوي من غير ما يطلبوا رايي، لان هم لو طلبوا رايي ساعتها انا ليا الحق ان انا اقول برده بطريقه معينه، ليا الحق ان انا اقول الحاجه السلبيه دي، لكن احاول ان انا الاقي لها طريقه ايجابيه. يعني مثلا ما قلت بس اللوحه دي وحشه قوي او مرمياها كده، اقول لا بس دي محتاجه تتظبط، لو كانت اتظبطت كانت تبقى احسن بكتير. الكلام ده ساري على اي حاجه في حياتنا. مثلا حد لابس اوتفيت وانا دلوقتي الحمد لله بفهم في اللبس شويه، فما ينفعش حد يكون لابس حاجه واجي اقول له الاوتفيت ده شكله وحش قوي انت ليه لابس كده. حتى لو انا هقول بعد كده نصيحه هو اصلا الشخص ده خلاص مش هيسمعها وعمل بلوك ليا وحطني في البلاك ليست ان انا اديته رايي من غير ما هو يطلبه، ده اولا. ثانيا قلت كلام سلبي بطريقه مش كويسه. لكن ممكن اقول الله الاوتفيت ده حلو قوي، لكن مثلا لو كانت دي اتظبطت بدل دي كانت هتبقى تحفه، بس ان جنرال الاوتفيت تحفه، ساعتها انا كده بديله بوزيتيف انرجي، لكن في نفس الوقت عدلت الحاجه اللي انا محتاجه ان انا اقولها. ثالث حاجه دي بقى انا مش قادره اقول لكم هي كانت عامله لي ازمه في حياتي قد ايه، ازمه لدرجه ان انا كنت عايشه اوحش فترات حياتي بسببها. لازم نبعد عن التخيلات السلبيه، يعني ساعات مخنا بيسوحنا لحتت بعيده قوي غير الواقع اللي حاصل. يعني مثلا لو في اي حد ما بينه وما بينكم مشكله، فانتوا مخكم ممكن يكون بيسوحكم اللي هو لا ده بيقول عليا كذا، لا ده بيعمل كذا، ده كارهني، وهو اصلا ممكن يكون ولا في دماغه كل الكلام ده وكل اللي بيفكر فيه حياته وشغله، لان كل واحد ليه مشاغله وكل واحد ليه حياته، مش فاضي لحد علشان يقعد يفكر فيه بالطريقه اللي انتوا فاكرينها في دماغكم. فده بيخلي عندكم ازمه نفسيه حرفيا بسبب الحاجات دي وبسبب الناس دي. بتكرهوا الناس دي مع انها ممكن تكون ما عملتلكوش اي حاجه، كل الحكايه ان انتوا دماغكم بتسوحكم لحتت بعيده قوي تخليكم تكرهوا نفسكم وكمان تكرهوا الناس اللي حواليكم، ودي مش حاجه سهله عشان اقدر اعالجها. اهم حاجه لازم اكون عارفه وانس ان انا حطيت في دماغي فكره ان لا وسام انت مش كل حاجه انت فاكراها في دماغك دي بتحصل في الحقيقه، ساعتها انتوا مخكم واحده واحده هيبدا يتقبل فكره ان لا دي افكار سلبيه في دماغي انا بس، مش حقيقه موجوده قصادي. لازم اعرف امتى وازاي اقدر احجم الافكار دي، لان الافكار دي لو كبرت عن حجمها قوي هتسبب ان انتوا ما تكونوش طايقين نفسكم، ما تكونوش واثقين حتى في الناس اللي حواليكم. كده كده موضوع الثقه ده بيكون من انتوا صغيرين، يعني دي حاجه انا بنفسي عايشاها. موضوع الثقه دي مش حاجه سهله ان انتوا تثقوا في الناس، لو انتوا اصلا عندكم المشكله دي من انتوا صغيرين فلما هتكبروا دي حاجه مش هتتعدل بسهوله. لكن في نفس الوقت مش شرط ان انتوا تثقوا، لكن برضو مش شرط ان انتوا تدوا للناس وش دبش كده او كلام دبش لمجرد ان انتوا لا انا نفسيتي وحشه او مخي بيقول كلام دلوقتي عليكم عايزه اطلعه عليكم، زي ما انا متضايق فانا كمان لازم اضايقكم. ما حدش ممكن يتقبل الفكره دي، واول ما الناس تدرك ان انتوا بتعملوا الحركه دي، يعني اول ما الناس تدرك ان لا دول بيطلعوا كلام في دماغهم، واحده واحده يبداوا يبعدوا عنكم، لان ما حدش بيحب ان حد يكون قصاده بيديله طاقه سلبيه على الفاضي. رابع حاجه اعرفوا قيمتكم وبطلوا تدافعوا عن نفسكم على الفاضي. اول جزء من الكلام ده ان احنا نعرف قيمتنا كويس، اعرفوا قيمتكم، اعرفوا حدودكم، اعرفوا انتوا قادرين على ايه ومش قادرين على ايه، لان ساعات كتير قوي بنكبر نفسنا في عيوننا. يعني ساعات بنفضل نقول احنا قادرين على كذا قادرين على كذا قادرين على كذا، واحنا في الحقيقه لا احنا ما نقدرش على كل ده. يعني عايزه اقول لكم انا مثلا من 5 سنين 6 سنين كده كنت في الكليه طبعا، فكنت بقعد اقول لا انا اول ما اتخرج هعمل كذا، انا اول ما اتخرج هعمل كذا، كنت بحط حاجات كتير قوي. الحاجات دي ما كانتش اهداف على فكره، الاهداف انا كده كده عارفاها والحمد لله بحاول ان انا احققها على قد ما اقدر، لكن المشكله ان انا ما كنتش عارفه حجمي وقتها، ما كنتش متخيله ان لا وسام لسه بدري قوي عقبال ما نوصل للحاجات اللي انت متخيلاها دلوقتي دي. ده سبب ان انا قعدت فتره طويله جدا محبطه ونفسيتي وحشه جدا، كمان كنت بفكر بالجانب السلبي اللي انا بقول لكم عليه في دماغي، ما بقتش عارفه اكون ايجابيه مع نفسي ولا حتى مع الناس اللي حواليا. مش كل الناس زي ماما او بابا او اخونا او اي حد قريب مننا، كمان مش كل الصحاب عندهم القدره النفسيه ان هم يتحملوا حاجه زي كده. فبلاش نكبر نفسنا في عيوننا قوي لحد هوب ما نقع مره واحده ونحس اللي هو الفراغ الكبير اللي انا فيه ده، تحسوا ان انتوا قاعدين فجاه في اوضه فاضيه لوحدكم وان انتوا فعلا نزلتوا على الواقع واللي هو ايه اللي بيحصل كده حواليا. لا، علشان ده ما يحصلش لازم تعرفوا ايه قيمتكم دلوقتي اللي انتوا قادرين تعملوه بقيمتكم دي. تاني جزء من التاب دي هي ان انتوا بطلوا تدافعوا عن نفسكم كتير. في ناس كتير قوي بتدافع عن نفسها واصلا الموقف مش محتاج مدافعه، كتر المدافعه عن نفسكم ده بيقلل من قيمتكم كتير قوي. ندافع عن نفسنا، انا مش بقول ان احنا ما ندافعش، لكن ندافع عن نفسنا في الوقت اللي فعلا محتاجين ان احنا ندافع فيه عن نفسنا وللاشخاص اللي فعلا ممكن يقدروا حاجه زي كده. خامس حاجه ودي حاجه انا بدات اعملها من فتره قريبه، ودي كانت برده من اهم الحاجات اللي ساعدتني جدا في الفتره دي، غيروا طريقه حياتكم، غيروا اللايف ستايل بتاعكم، يعني اعملوا حاجات جديده، العبوا رياضه، لو تقدروا تاكلوا اكل صحي كلوا، لو عايزين
عايزين تاخدوا اي كورسز لاي لغه، ممكن تاخدوا حاجه انتوا نفسكم فيها، مش حاجه بس علشان التعليم. لو عايزين تاخدوا كورسز اي حاجه ليها علاقه بالارت اعملوا كده. لو عايزين تدرسوا جرافيك ديزاين، وانا عارفه ان دي حاجه مشهوره جدا دلوقتي ناس كتير قوي بتحبها، بعيدا ان انا خدت كورس جرافيك ديزاين ده وما حبيتوش خالص، ولا الفوتوشوب ولا الان ديزاين ولا اي حاجه، بس ناس كتير قوي بتحب حاجه زي كده. فلو عايزين كده اتعلموا حتى الحاجات دي من الانترنت. انتوا مش مضطرين ان انتوا مثلا تنزلوا اي كورسز او كده، ان كل حاجه دلوقتي بقت موجوده حوالينا. الجيم لو مش قادرين تنزلوا الجيم، وانا نفسي ما كنتش بقدر ان انا انزل جيم لفتره طويله قوي، كنت بعمل ورك اوتس في البيت. الرياضه الصبح دي حاجه مفيده جدا. الحاجه دي انا مش بعملها قوي، لكن انا بسمع ان هي بتبقى مفيده، فقلت برضه ان انا اقول لكم عليها. هي الناس اللي بتقول ان احنا بنظبط نظام اكلنا، بناكل اكل صحي، ده كمان بينعكس على نفسيتنا. فلو تقدروا تعملوا كده اعملوا. عايزين تعملوا دايت اعملوا. لو انتوا عايزين تخسوا، عايزين تتخنوا اتخنوا براحتكم. نغيروا حاجات في يومكم علشان تقدروا بعد كده تحسوا اللي هو لا انا بعمل حاجه لنفسي، انا بحب نفسي وبقدر نفسي اكتر من الاول. فكل ده هينعكس عليكم وعلى الناس اللي حواليكم، وساعتها الناس هتحب تقرب منكم اكتر. بس كده، ده كان فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، سبسكرايب، اعملوا في الانستجرام بتاعي، وباي باي.